السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده بإذن الله هنشرح طريقة استخدام البلاك بوكس V1. لو أنت متعرفش الجهاز دوت بيبقى عبارة عن إيه، فالبلاك بوكس V1 دوت عبارة عن جهاز بيلقط حاجة اسمها الهاند شيك. خلينا بس الأول نشوفوا الجهاز بيبقى عبارة عن إيه. زي ما أنت شايف هو بيبقى جوه بوكس كده لونه أسود. لو جينا فتحنا البوكس هنلاقيه إن هو مبني على شريحة ESP32. برضه ممكن أجي أوريها لك بشكل أقرب زي ما أنت شايف. تمام. طبعا هو الجهاز بيعمل حاجه اسمها سنيفنج، يلقط حاجه اسمها هاند شيك. الهاند شيك دي بيكون جواها الباسورد بتاع الشبكات، ولكن طبعا بيحتاج انه يتفك تشفيره او ان انت تفك الباسورد. طيب خلينا بس الاول كده نفهم يعني ايه الهاند شيك وازاي تقدر ان انت تفك تشفير. طيب زي ما قلت لك كده الهاند شيك دوت بيكون عباره عن 4 مفاتيح مشفرين بيتم تبادلهم بين الموبايل بتاعك والراوتر اللي بيكون عندك في البيت. الاربع مفاتيح دول بيكونوا عباره عن 4 رسائل مسج 1 of 1 1 of 2 1 of 3 1 of 4. الاربع مفاتيح دول في الاخر بيجوا يتجمعوا في ملف اسمه هاند شيك. طيب ده سؤال مهم جدا دلوقتي هتساله، وهو ازاي اقدر ان انا افك ملف الهاند شيك ده. طيب عايزين المشاهد خليك اعرفك ان انت علشان تفك ملف الهاند شيك فانت اصلا هتحتاج الباسورد. يعني انا عشان اجيب الباسورد لازم اجيب ملف الهاند شيك اللي اساسا بيكون جواه الباسورد، وعشان افك ملف الهاند شيك لازم يكون معايا الباسورد. طب انا لو معايا الباسورد بكتبه على طول، اللي يخليني الف اللفه دي كلها. عزيزي المشاهد عشان تفهم ايه هو الهاند شيك دوت واحنا بنستفاد منه كتير في حاجه زي كده، لازم تكون مقتنع ان احنا بنعمل حاجه اسمها بروت فورسنج اتاك. ده بيكون عباره عن ايه؟ تعال دلوقتي نتخيل ان انت مثلا في شبكه الواي فاي بتاعت البيت بتاعتك وانت نسيت الباسورد بتاعك، فانت هتقعد تجرب باسوردز كتير جدا جدا، ممكن مثلا تقعد ساعه كامله عشان تجرب 100 باسورد مثلا. ولكن على فرق البروت فورس اتاك فانت في نفس الساعه ديت تقدر ان انت تجرب فوق ال 2 مليون باسورد بشكل اوتوماتيك. طبعا ده بيختلف على حسب كميه الباسوردز اللي انت عايز تجربها وعلى حسب قدرات جهازك. طبعا من ضمن الحاجات الاساسيه ان انت يكون عندك لابتوب ويكون عليه ويندوز او كالي لينكس. في كل الاحوال لو انت عندك كالي لينكس تقدر تستخدمه على طول، لو ما عندكش تقدر ان انت تحمل الفي ام وير جوه الويندوز. في كل الاحوال يعني حتى لو عندك ويندوز انا هشرح لك دلوقتي ازاي تقدر ان انت تنزل الكالي لينكس وتشغل الكالي لينكس على حاجه اسمها في ام وير او بيئه افتراضيه جوه الويندوز. حتى لو انت ما عندكش هارد خارجي او حاجه تقدر تشغل السوفت وير الكالي لينكس جوه الويندوز. طب هل ده بينفع في كل الشبكات؟ لا طبعا دوت مش بينفع في كل الشبكات، دوت بيبقى على حسب الشبكه اللي انت بتجربها الباسورد بتاعها بيكون عباره عن ايه، مكون من كام حرف، وهل هو من ضمن الورد ليست ولا لا. طيب ايه هي الورد ليست ديت؟ الورد ليست دي بتكون عباره عن ملف تكست عادي فيها باسوردز كتير قوي فوق ال 14 مليون باسورد. هي اصلا بتكون نازله اوتوماتيك مع الكالي لينكس، تكون جوه السوفت وير نفسه وتقدر ان انت تستخدمه. طب تعالى دلوقتي نتخيل ان احنا مثلا الشبكه بتاعتنا احنا نسينا الباسورد بتاعنا واحنا مش فاكرين الباسورد، لكن فاكرين الباسورد كان فيه ايه او ايه الحروف اللي كانت فيه او شكله تقريبا كان عامل ازاي. على سبيل المثال مثلا رقم تليفون او اسم شخص عندك في البيت، بس ما عندكش الوقت او ما عندكش القدره انت مثلا تجرب 1000 باسورد متنوع من نفس الحاجات اللي انت بتتكلم فيها. في الحاله ديت ملف الروك يو او ملف الورد ليست اللي بيكون نازل مع الكالي لينكس مش بيكون مفيد، لان انت اساسا ملف الورد ليست دوت فيه 14 مليون باسورد محتملين او اللي هي معظم الحاجات اللي الناس بتفكر فيها او بتعملها بتكون جوه الملف دوت. ولكن انت مثلا لو عامله برقم تليفون او باسم شخص عندك في البيت فانت صعب جدا ان انت تقدر انك تلاقيه جوه الملف دوت. في الحاله ديت بيكون عندك القدره ان انت حرفيا لو عارف شويه معلومات عن الشبكه بتاعتك زي مثلا اسم شخص او رقم تليفون شخص تقدر ان انت تعمل وورد ليست فيها اب تو زي ما انت عايز مليون 2 مليون 1000 10 مليون باسورد عادي جدا يكونوا معمولين بناء على المعلومات اللي انت كاتبها في الكود. مثلا انت فاكر ان مثلا الباسورد فيه كلمه دارك وفي رقم تليفونك، بس انت مش عارف بقى دي كابيتال ولا ايه كابيتال ولا ايه كلها كابيتال ولا ايه بالظبط. انت مش عارف التسلسل عامل ازاي، هل هي دارك اد رقم تليفونك، هل هي رقم تليفونك اد دارك، هل في اد، هل ما فيش اد، هل هي فيها كابيتال، هل هي سمول، انت مش فاكر. فانت في الحاله دي تقدر تستخدم كود بايثون تطلب منه ان هو يعمل لك ملف وورد ليست يكون فيه كل الاحتماليات الاسم دوت ورقم التليفون ده مثلا، يديك مثلا مليون باسورد محتملين بناء على الحاجتين او التو فاريبلز اللي انت تديهم. بعدها بتقدر تستخدم الورد ليست ديت عشان تجرب بيها كل الباسوردز المحتمله اللي انت عملتها عن طريق كود بايثون على ملف الهاند شيك اللي الجهاز دوت يقدر ان هو يجيبه. الميزه في الجهاز دوت هو ان انت حد لو معكش مثلا اللاب او معكش باور سورس مثلا حاليا تقدر ان انت تشغله عن طريق مثلا الموبايل، تحط كابل تايب سي في تايب سي، استنى اوريك، تحط تايب سي هنا والناحيه الثانيه برده بيكون تايب سي، تحطه في الموبايل خلاص اخد باور، تقدر بعدها تكمل خطوات عادي جدا وتحمل الملف على الموبايل، ولما بقى ترجع البيت تقدر ان انت تجرب انك تفك التشفير بتاعه. لكن طبعا انا بنصح ان انت لو هتوصل الجهاز وصله باي شاحن لان بياخد باور احسن فبيكون اضاف في التقاط الهاند شيك. طبعا انا برضو بنصح ان انت بديت تجرب الجهاز تجربه على شبكه تكون قريبه اللي هي مثلا تلاقيها نيجاتيف 60 نيجاتيف 70، ده برضو مش احسن حاجه بس نيجاتيف 60 كويس. ده مهم جدا لان هو كل ما الشبكه تقرب منك كل ما تقدر ان انت تلقط الهاند شيك بشكل ادق، وطبعا كل ما تبعد كل ما الهاند شيك بيكون صعب جدا التقاطه، ممكن تلاقي اصلا الباكيتس فاضيه او ما فيهاش الاربع فتيل. انا بقول كفايه كلام على كده، تعالوا بقى دلوقتي نجرب بلاك بوكس V1 ونشوفوا ازاي نقدر ان احنا نشغله بشكل عملي على اللابتوب. بس قبل ما ابدا الفيديو عايز اقول لك ان انا مش بنصح او بروج نهائيا لاي نشاط غير قانوني. لو هتشتري الجهاز دوت او هتجرب الجهاز دوت جربه على شبكه فيديو،
وطبعا لو انت اول مره تشوفني ما تنساش ان انت تعمل لايك، سبسكرايب، تفعل زر الجرس، ويلا بينا نبدا. طبعا الجهاز اول ما يتوصل بالباور او ينور معانا احمر فده معناه ان هو بس شبكه واي فاي اسمها مانجمنت اي بي. تمام. طبعا زي ما انتم كده شايفين احنا دلوقتي دخلنا على الويندوز، وهنا عندنا نفتح الويب سايت ده بالفي ام وير، تكتب كالي لينكس وبعدها بتخش على الويب سايت ديت، بتدوس في الحته ديت هنا، بعدها بتلاقي هنا في حاجه اسمها في ام وير، فديت انت بتضغط عليها وبيحمل لك في ام وير او نسخه افتراضيه من الكالي لينكس جاهزه بالفي ام وير بتاعها. بعد ما بتحملها بتيجي هنا، طبعا بعد ما بتحملها بتيجي هنا عند الفي ام وير جوه الفولدر دوت، بتفك الضغط بتاعه، تيجي هنا بتلاقي فيه كالي لينكس 2025، بتعمل لها برضو فك ضغط بال 7 زد اي بي، دوس اكستراكت تو كذا كذا كذا. بعد ما بتعمل الخطوه ديت بتخش تحمل ال بي ام وير ورك ستيشن اللي هو الابلكيشن دوت. انا اوريدي اصلا محمله، فانت بتحمله من على جوجل عادي جدا، تبدا ان انت تفتحه بالشكل دوت. طيب بعد ما بيفتح معاك بتدوس على كلمه نيكست هنا، بعدها بتدوس على كلمه اي اكسبت، بعدها نيكست، بعدها بندوس نيكست تاني، بعدها نيكست بندوس على كلمه انستول، بيبدا ان هو يحمل لك الفي ام وير بتاعك. سيبه طبعا ياخد وقته، وبعدها بيحمل الفي ام وير. هقول لك دلوقتي خطوه خياليه هتكون ايه. تمام. بعد ما بيخلص تحميل بندوس على كلمه فينيش هنا، بعدها دبل كليك على في ام وير ورك ستيشن برو، بيجي يفتح لنا الفي ام وير بالشكل دوت. فاحنا كل اللي احنا هنعمله هندوس على كلمه اوبن ا فيرتشوال ماشين اللي انتوا شايفينها في النص، ندوس عليها. بعدها بنيجي هنا عند الكالي لينكس، تلاقي اللي هي الكالي لينكس 2025 اللي احنا حملناها تكون ظاهره هنا بالايكون ديت، دبل كليك عليها بيجيب لك هنا الكالي لينكس جاهز ومتثبت، مش محتاج ان انت تعمل له اي تثبيت تاني، او مش محتاج ان انت تعمل له اي حاجه تانيه. دوس على كلمه باور اون ذس فيرتشوال ماشين، وبيبدا ان هو يفتح معاك الكالي لينكس بشكل طبيعي جدا، وهي ديت اهم خطوه. تدوس بقى كليك كده في النص ودوس على كلمه كالي لينكس جي ان يو، دوس انتر على الكيبورد او تسيبه هو هيفتح لوحده. تمام. هو كده دخل على الكالي لينكس عادي جدا. طبعا اليوزر نيم الديفولت بتاعه بيكون كالي، والباسورد برضو الديفولت بتاعه بيكون كالي، فهنكتب هنا كالي، وهنكتب هنا برضو كالي، هيجي يفتح معانا عادي جدا. تمام. الخطوه الجايه دلوقتي هي ان احنا هندوس على علامه الفايرفوكس اللي فوق اهي، كليك واحده عليها، يفتح معانا الفايرفوكس عادي جدا. هنيجي هنا في في الجزء بتاع البار، نكتب هنا 192.168.4.1. بس مهم جدا ان انت قبل ما تعمل الخطوه ديت ان انت تعمل كونكت على الشبكه. طبعا انا دلوقتي مثلا خليني اوريك، مثلا هنا شبكه الواي فاي اللي ظاهره اهي اسمها مانجمنت اي بي، الباسورد بتاعها بيكون ام جي ام تي ادمن. تعمل كونكت، بعدها بتيجي هنا عند الكالي لينكس وتكتب 192.168.4.1 وتدوس انتر. تمام. هنا هو فتح معانا وبيجيب لك ايه الشبكات اللي ظاهره. طبعا هنا في الشبكات اللي ظاهره دي مهم جدا ان انت تختار اقرب شبكه ليها. زي ما انت شايف هنا ده مثلا نيجاتيف 60، نيجاتيف 70، نيجاتيف 80، تختار اقرب حاجه. طبعا الاحسن انت تجرب على شبكه بيتك زي ما قلت لك عشان تكون برضو قريبه منك ويكون يعني الموضوع قانوني. طيب بعدها بتدوس كليك واحده بس على الشبكه، بتختار هنا في الاتاك طيب بتخليها هاند شيك، والاوبشن الثانيه اللي تحت دوت بتخليه اللي هو الروج اي بي باسيف دوت اللي هو اول واحده، وتدوس على كلمه ستارت وبتسيب التايمر طبعا 60 ثانيه زي ما هو. طبعا هو بيعمل الاتاك بتستنى 60 ثانيه تعدي، وبعد ما بيخلص بيعمل لك كيك اوت من الشبكه. تحتاج ان انت تعمل كونكشن تاني او تعمل كونكت تاني على شبكه الواي فاي اللي هي مانجمنت اي بي، تطلع كده وتعمل كونكت. بعدها بيظهر لك هنا الكلام الكتير دوت، وزي ما انت شايف في هنا كلمه داونلود بي سي اي بي، دي اهم حاجه تدوس عليها. هتدوس عليها فهيحمل لنا ملف الكابتشر فايل زي ما انت كده شايف دوت ملف الكابتشر اللي احنا محتاجينه. طيب بعد ما بيحمل لك ملف الكابتشر نيجي هنا بقى نوصل للجزء المهم جدا، وهو ان احنا بنكتب الكود دوت اللي هو airbag ng -w /user/share/wordlists/forcute-text. تمام. بعدها بتاخد سبيس تكتب داش اي، وما بين التو كودز دول تختار اسم الشبكه اللي انت اصلا بتكون اخترته من الجهاز. يعني انت مثلا اسم الشبكه اللي انا اخترتها هنا مثلا بورتوفينو، فانا هكتب بورتوفينو. طبعا تكتبها بين تو بوتس زي ما انت شايف، ولازم تتاكد انها لو في سبيسز تكتبها بالسبيس بتاعتها، لو في كابيتال او سمول ليترز لازم تكتبها بنفس
الصيغه بالظبط بتاعت الشبكه. بعدها بتاخد سبيس تعمل داش بي، وبعد الداش بي تكتب في الماك ادرس بتاع الشبكه. بعدها بتاخد سبيس تكتب المسار بتاع الملف، اللي انت عملت له داونلود، اللي هو كابشر هاند شيك او كابشر دوت بي سي اي بي. بعدها بمنتهى البساطه ادوس انتر، وهيبدا ان هو يفك تشفير الملف. هو دلوقتي مثلا قال لي كي فاوند، الباسورد هو بورتوفينا 226 دوت الباسورد. فده بس ليس الا شبكه للتجربه طبعا، لان هنا الباسورد اصلا فور فري، والشبكه اللي مفتوحه اساسا، فهي بس شبكه للتجربه مش اكتر. طبعا لما تجرب حاجه على كده زي كده جربها على شبكه بيتا. بس كده عزيزي المشاهد، زي ما انت شفت الموضوع ما فيهوش اي تعقيد خالص، الموضوع سهل جدا. وطبعا انت لو معاك اي حاجه اكتبها لي في الكومنتس، وانا برد على كله طبعا على يوتيوب. فبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش انت تعمل لايك، سبسكرايب، وتفعل زر الجرس. وبس كده، على السلامه.